فانتازي بريمير ليغ لابليكاسيون ديال الدوري الانجليزي. كتعرفها ولا ما كتعرفهاش؟ الا كنتي كتعرفها ما عندي ما تسال، الا ما كتعرفهاش تبع معايا الفيديو. السلام عليكم. كما شفتوا معايا هاد الحلقه هادي غنهضروا على فانتازي بريمير ليغ. هاد الابليكاسيون هادي ديال الدوري الانجليزي اللي كيلعبها 7 مليون مشترك عبر العالم. 7 مليون مشترك عبر العالم. كما شفتوا هاد العدد هذا الكبير كله كيتباراو مع بعضياتهم في واحد العالم افتراضي ديال الانترنت عبر ابليكاسيون موبيل ولا عبر النافيغاتور ويب. يعني يمكن لك تيليشارجي الابليكاسيون يا اما جوجل بلاي يا اما اب ستور، ولا يمكن لك تلعب في النافيغاتور ويب. انا شخصيا كنلعبها عبر النافيغاتور ويب حيت كيجيني ساهل على لابليكاسيون اللي مره كيطيحوا فيها دي بوغ. في هذا الفيديو هذا غادي نقربكم من لابليكاسيون ومن لو جو كيفاش كيتلعب، وكيفاش انك تختار فريق ب 100 مليون دولار، وكيفيه احراز النقاط. علما ان هذه اللعبه هذه كامله كتدور في الملعب، يعني النتيجه الواقعيه اللي كتوقع في التيران في الدوري الانجليزي هي باش كتاخذ نتايا النقاط. يعني عندك جميع اللاعبين ديال الدوري الانجليزي، انت كتختار على حساب شكون هو اللاعب الابرز او شكون هو اللاعب الاقرب اللي غادي يقدر يدير لينا نتيجه. يعني غيقدر يسجل هدف ولا يقدر يعطي اسيست، ولا انه عندك مدافع غادي يجيب دي كلين شيت. هذا هو الكونسيبت ديال هذا لو جو هذا، وانا غنقربكم ليه. اذا هضرنا على الكونسيبت ديال لو جو، دابا غنهضروا على الطريقه ديال التسجيل، كيفاش يولي عندك ان كونت في الفانتازي بريمير ليغ. يعني كتبان شي حاجه اللي هي صعيبه، هي راه ساهله جدا. يكفي انه يكون عندك ان كونت جوجل ولا ان كونت فيسبوك باش انك تاوثنتيفيا في لابليكاسيون. موراها كيعطيوك اون ليست كبيره فيها 15 لاعب و100 مليون دولار، هي باش كانك كتقدر باش تشري لاعب. دابا فتنا المرحله ديال التسجيل، دابا المرحله المعقول. يعني خاصك تختار فريق، والفريق اللي غتختار يعني باش يجري عليك العام كامل، ماشي اشاك فوا تلقى راسك عندك جوج لعابه ولا ثلاثه لعابه اللي هما حاصلين فيك وما كيديروا حتى شي حاجه. الور عندك اسيدي 5 ديال المدافعين، 2 ديال الحراس، 5 ديال وسط الميدان، 3 ديال المهاجمين. دابا فتنا المرحله ديال طريقه التسجيل، دابا المعقول يعني اختيار اللاعبين. عندك الحق في 15 لاعب اللي كتختارهم بواحد المونطون ديال 100 مليون دولار، واللاعبين المهمين كلهم غاليين. يعني الا بغيتي تاخذ بهذيك ال 100 مليون دولار لعابه كافيين ويقدروا انهم يديروا شي حاجه، خاصك تشري لعابه باقل ثمن، ولكن تكون تايق فيه انه غيقدر يدير شي حاجه. يعني يا اما كلين شيت يا اما اسيست يا اما لي جول، البيوتا اللي عليهم العمده. اذا احتساب النقاط، عندك الحارس عنده على كل كلين شيت 4 ديال النقاط، وعندك 2 نقاط ديال 60 دقيقه. يعني كل لاعب درتيه في 11 لاعب ديالك الاساسيين لعب 60 دقيقه، يعني كيضمن 2 نقاط، زائد كما قلت لكم الكلين شيت اللي كتاخذ فيه 4 ديال النقاط. هذا بالنسبه للمدافعين وبالنسبه للحارس المرمى. كل حارس مرمى كيصد 3 ديال التصديات كتحسب له نقطه، يعني 6 تصديات 2 ديال النقاط. يعني بحال دابا حارس اللي غادي نعتبرو تالق مثلا في اسبوع يقدر يكون عنده كلين شيت، يكون عنده مثلا 3 ديال الصدات او 6 ديال الصدات، يعني غادي يجمع 14 نقطه. 14 نقطه اللي هي مهمه بالنسبه للاعب في التشكيله ديال 11 لاعب. بالنسبه لخط الدفاع نفس تقريبا البرانسيب اللي كيدار على المدافع هو اللي كيدار على الحارس. علاش؟ حيت المدافع حتى هو خاصو يجيب كلين شيت. يعني يقدر يكون عندك روبرتسون ويكون عندك الكسندر ارنولد. روبرتسون لاعب مزيان، ولكن ارنولد هو اللي تسبب في الهدف. يعني اللعابه بجوجهم مشى لهم الكلين شيت. هذا هو النقاط تاع المدافعين. بالنسبه لوسط الميدان، وسط الميدان هو المهم في هذه الفانتازي هذه. يعني وسط الميدان هو باش كتجيب اكبر عدد ديال النقاط. يعني خاصك تختار 5 لعابه في وسط الميدان اللي كيكونوا كيعطيو دي زاسيست و اون ميم طون كيسجلوا البيوتا. الور كاين بحال دابا محمد صلاح، هذا كلشي كيعرفو. محمد صلاح من اللعابه اللي مؤثرين في الاداء ديال ليفربول، وهما اللي كيسجلوا في كل مقابله. يعني كل هدف عند وسط الميدان كيتحسب ب5 ديال النقاط، والفريق ديالو الا ما تلقى حتى شي هدف كياخذ نقطه اضافيه على الكلين شيت.
بالاضافه الى 2 نقاط اللي كما قلت لكم ديال 60 دقيقه في اللاعب. المهاجم عنده 4 ديال النقاط على الهدف و3 النقاط على الاسيست. نسيت ما قلت لكمش وسط الميدان كياخذ 3 النقاط على الاسيست. بالنسبه للاحتياط ديالك، وقتاش كيكون خدام؟ عندك في 2 ديال الحالات. عندك الحاله الاولى الا ما لعب ليك حتى شي لاعب في ال 11 لاعب الرسميين اللي دخلتيهم، الو اوتوماتيك فانتازي كيهز لك اللاعب الاول اللي درتي في الاحتياط وكيعوضوا بهذاك اللاعب اللي ما لعبش. كذلك حتى بالنسبه للحارس، يعني الحارس لما لعبش راه غيطلعوا الحارس اللي عندك احتياطي. نقطه مهمه جدا اللي هي ديال الكابيتان ديكي، يعني عميد الفريق. فانتازي كتعطيك في هذوك 11 لاعب اللي اختاريتي، عندك الحق في لاعب واحد هو اللي كديرو عميد الفريق. هذاك اللي كتختارو نتا عميد الفريق، يعني النقاط ديالو كيضربوا فوا 2، يعني مهمه جدا، وهي اللي كتكون غالبا كتفرق ما بين لاعب ولاعب. يعني ملي كتختار نتايا كابيتان اللي متاكد انه غادي يسجل بزاف الاهداف ولا غيعطي بزاف ديال لي زاسيست، يعني كتكون ضمنتي واحد عدد نقاط عالي جدا. فانتازي بريمير ليغ كتعطيك 4 ديال لي زوبسيون باش كتضيفي شويه ديال الحماس وشويه ديال النديه والسسبانس في لو جو. هاد لي زوبسيون هادو عندك الفري هيت، وعندك التريبل كابتن، وعندك الوايلد كارد، وعندك البنش بوست. الوغ التريبل كابتن هو الكابيتان ديالك ملي كتاكتيفيها نتايا كيضربوا النقاط ديالو فوا 3، يعني مهمه بزاف. البنش بوست هي انك اللعابه ديالك ديال الاحتياط كيبقاو عندك 4 اللاعبه تحت، يعني كيضافوا العدد ديال النقاط ديالهم على اللاعبين الرسميين ال 11. يعني كتزيد كدير بحال واحد الحظ اوفر باش انك تعلم النقاط ديالك ديال الاسبوع. بالنسبه للفري هيت هو انك كتبدل التشكيله ديالك في اسبوع واحد وموراها كترجع لك التشكيله ديالك السابقه. نتمنى نكون فدتكم ونكون قربتكم شي شويه من لابليكاسيون فانتازي بريمير ليغ. مازال فيديوهات اخرين، مازال غادي نزيد نقربكم من هاد لابليكاسيون هادي، من لي زوبسيون اللي فيها، ونشوفوا اللعابه اللي كيأثروا في كل اسبوع، واللعابه اللي غنبدا نعطيكم دي بروبوزيسيون، احتمالات ديال شكون اللي غادي يأثر شكون اللي ما غاديش يأثر. ومرحبا بكم في لاشين.